سلام عليكم يا عم ربيع. استاذ جورج بذات نفسه. اخلص يا عم ربيع بالله عليك، لسه طارق جربوع من الاستوديو ومش طايق نفسي. اكيد هو الغلطان يا عم جورج. استاذ جورج اكيد هو الغلطان يا استاذ جورج. والله العظيم لو اوريك يا جورج الكلب. هات لي بقى سجارتين من اللي بيبقى عليهم الست الحامل، عشان اللي عليها راجل عجوز دي طعمها مش حلو. اقف عندك يا جورج. ايه ده الشحات برضه بتقول لي شحات؟ طب ما دي حقيقه يا ابني. الصراحه يعني عنده حاجه عشان ابقى صريح معاها. بص يا منوف، في جنيه وراك. خد ياض الجنيه ده بتاعي. دي نهايتك يا جورج خلاص. يا استاذ ريكو هتضيع نفسك. استاذ؟ ايوه استاذ طبعا، ومحدش يقدر يقول غير كده. والله والله. طب حتى شوف، خد يا منوف في 5 جنيه هنا. طب والله اللي هيجي جنب ال5 جنيه لخلي وشه زي خلفيه الجاموسه. طب بالله الواد ده وهديك 10 جنيه لما نخلص. استاذ ريكو انت بتكلمني انا؟ الا وبكلمك انت. ده كل الناس في طلعه المحموديه لحد قريه مارفيلو اللي جاي منها استاذ جورج بيتكلموا عنك وبيشكروا فيه. بجد والله يا جدع، ده انت تاج راسي، ده انت قدوه. انا ما باكلش غير الجبنه الجريش بتاعتك. جبنتي انا ما بعملش جبنه. شكلك بتحاول ما تعرفش حاجه عني. الحاجنا يا استاذ جورج اعمل ايه يا غبي؟ ده بيعمل فيديوهات. ده انا كنت بهزر معاك، انا مش باكل غير الفيديوهات بتاعتك. كل يوم اجي من الشغل اشتري فيديوهين من بتوعك من عند ام فوزيه بتاعت الخضار واحطهم في رغيفين عيش واكلهم. بجد انا مش عارف اقول لك ايه. يلا بقى يا ريكو، هات المسدس ده كده واقعد اتكلم مع عم راويه صاحبك. انت ضحكت عليا. ما اكيد طبعا ضحكت عليك، ما انت لو عندك 1% عقل كنت فهمت. وحتى انت يا عم ربيع، انت مين اصلا؟ مين ده يا عم جورج؟ ده شحات معفن جربوع، ما تشغلش بالك بيه يا عم ربيع. تحب تقول ايه قبل نهايتك يا جربوع؟ بص كده، في حد بيشحت هناك. خد يا شحات اقف عندك. الحق، ده بيشحت 50 جنيه. 50 جنيه. النهارده احنا جايين نعرف بالتفصيل ازاي تبقى سخنه، وده مبدئيا هيفيدني انا عشان اروح انفخ جورج المره الجايه، وهيفيدك انت عشان مش عارف الصراحه هيفيدك في ايه، بس اقول لك وخلاص. الفيديو ده عندنا فيه 3 اقسام. اول حاجه ماضي سخنه عشان تعرف بدايته وازاي بقى ملك اللعنات. تاني قسم هندور فيه على افضل طريقه تقدر تبقى بيها زي سخنه. وتالت قسم اللي هنجمع فيه اللي خدناه من القسمين اللي فاتوا ونطلع منه بالوصفه السريه لعمل سخنه في البيت بدون رد في 3 دقايق. تابع الشرح ولا تنسى الاشتراك واللايك والمتابعه والاكسبلور والمشاركه واضافه الفيديو الى المفضلات، ثم الاشتراك مره اخرى. تكتب سبحان الله 55 مره في التعليقات. ام سخنه كانت رقاصه في كباريه في التجمع الخامس، حبت واتجوزت منفلوطي الاسد كبير عائله المنفلطه، وبعد ما اتجوزوا حملت منه ورماها في الشارع وهي حامل في توأم. حاولت تشتغل اي حاجه بس ما عرفتش، وبسبب الجوع ابنها الاول سخنه كل ابنها التاني، ولما ولدت في طوارئ مصر الجديده طلع ولد واحد بس، والام ماتت من الصدمه. سخنه اتمرمط في الشوارع، اشتغل كل حاجه ممكن يشتغلها، بتاع كنافه، سواق توك توك، حرامي، ديلر، تيك توكر، بس مفيش حاجه نفعت معاه. وهو في اشد الاوقات يأس وكان بيفكر انه ينهي حياته، اتفتحت قدامه بوابه دكتور سترينج للعوالم الموازيه، ولما دخل شاف عباس وهو بينجز الافنجرز كلهم. بعد الحرب العظيمه عباس شافه وقرر يربيه عنده ويعلمه الاساليب الكونيه كمان، وبسبب ان عباس حبه بجد فاداله خريطه لجبل اطلس عشان يروح يقابل الجيار ويتعلم وصفه عمل البرجر وياخد طاقه اللعنات الاسطوريه. ولما رجع من الرحله دي وهو معاه طاقه كونيه كان عاوز يفرح عباس بالموضوع، بس استكمالا لاحداث الفيديو اللي فات دخل على عباس وهو ربطك وهيستولى على جسمك. سخنه ما استحملش المنظر وانصدم وراح قايل له انت استحاله تكون عباس اللي انا اعرفه، لا انت اكيد ريتشارد واترسون، وراح هاجم عليه وسيطر على القوه، ونتيجه ده سخنه بقى ملك اللعنات والسحر في العالم كله. ودلوقتي هقول لك ازاي تقدر تبقى زيه، بس عشان اعرف افضل طريقه ليك لازم تجاوبني على الكام سؤال دول. ماذا قال الشاعر عندما اكتشف وصفه البرجر بالبتنجان؟ انطر قبل كاش، ولا انطر قبل كاش، ولا انطر قبل كاش، ولا بقى انطر قبل كاش؟ لو كانت اجابتك هي انطر قبل كاش فالف مبروك، تقدر تكمل معانا. ثواني يا صاحبي بعد اذنك، هو انت يا اسطى مش شايفني؟ مش مقدرني؟ طيب ما تنزل تعمل لايك يا عم، ما تعمل لايك ليا هنا، انزل اعمل لايك يابا، انزل اعمل لايك يا عم. زي ما عرفنا سخنه خد قوته من الحكيم العظيم في جبل اطلس، وبعد كده خد طاقه اللعنات لما كل عباس. وبكده انت عندك طريقتين عشان تبقى زيه، يا اما ناخد رحله طويله عريضه للحكيم العظيم ونساله ان كان يقدر ينقلنا لعالم موازي تاني عشان نقدر ندور على نسخه عباس وناخد قوتها، او بكل بساطه تهزم سخنه نفسه وتاخد منه الطاقه دي. وما تقلقش انا هشرح لك الاثنين. اول حاجه انت هتسافر لجبل اطلس، واللي طبعا سهل جدا جدا انك تسافر له ورخيص كمان، ويقدر اي حد من اي دوله يسافر هناك ومفيش اي مشاكل. بعد ما بتوصل وتتسلق الجبل العظيم هتقابل الحكيم قاعد بياكل برجر بالبتنجان، عاوزك تقعد مؤدب وتستناه يخلص، ولما يخلص اكل هيديك نفس القوه اللي خدها سخنه في الاول من بتنجانه سحريه، وهيشرح لك ازاي تقدر تفتح بوابه للعوالم الموازيه. وبعد تدريب طويل جدا بتقدر تفتح البوابه للعالم الموازي وبتقابل هناك نسخه عباس الايطاليه، وبعد محاربات عظيمه جدا بتقدر تهزمه وبتاخد قوته، وبكده بقيت سخنه بامتياز. وبالنسبه للطريقه الثانيه فهي اسهل من كده بكتير، وهنحتاج في الطريقه دي مساعده صديق عزيز جدا اسمه الديدي. كل اللي عليك هتتصل بسخنه وتقول له ان عباس لسه عايش وبيخطط على مصيبه ولازم تيجي دلوقتي للعنوان ده، ولما بيوصل البيت كل اللي عليك تشغل المقطع ده على التلفزيون.
وبس كده تقدر تاخد قوه سكنه بعد ما الديدي يخلص. وبالنسبه للوصفه السريه لعمل سكنه في 3 دقايق، فخليك مع الشيف الشربيني وهو هيشرح لك كل حاجه. هتجيبي يا ست الكل شويه بصل، مع شويه بصل، ما تنسيش تحطي شويه بصل، وطبعا يعني عشان ما ننساش لان دي اهم حاجه شويه بصل، ونحطها في الفرن. بس قبل كده هنحط شويه بصل وهتحطيها في الفرن لمده 50 دقيقه. اليوتيوب لسه قايل لي الفيديو ده هيعجبك، ما تروح تبص عليه كده.